شهر العسل لافتتاح مركز أشعة بتلاقي نفسك مشغول من ساسك لراسك، خاصة لو جديد في المجال. طيب بدأت واشتغلت وعملت دعاية، لازم تخلي بالك من الخمس حاجات دول، وده من اللي شفناه في أفضل المراكز الناجحة. تعالوا ندردش شوية أولا ما تفكرش تعمل دعاية وتلف على الدكاترة وتقول لهم أنا عندي وعندي، إلا لما تكون مسيستم الدنيا عندك من جوه، زي اللي بيعزم مثلا ضيف عنده وبيته مش مهيأ، لا وقته ولا بيته مهيأ للكلام ده، فيجي المريض مثلا من عند الدكتور يلاقي الزحمة ويلاقي اللخبطة في المواعيد والتقارير. الناس في القاهرة هنا مع مشاغلهم الكتيرة والخلاط اللي هم مطحونين فيه بيحبوا تقول لهم هتعمل الفحص الساعة كذا وتمشي من عندنا الساعة كذا، فيقدر يجي او يستأذن في الوقت ده. لكن ثقافة ان يا عم ابعت بس انت واحنا هننديله من شغله بجنيه ونص، ده بيخلي المريض بيجي عندك فعلا وبيدفع الفلوس فعلا وانت فرحان، بس ما اعتقدش انه هيجي عندك تاني. ثانيا يفضل ان تكون للعاملين نسبة من الدخل على كل حالة، والنسبة دي قبل ما تتاخد وتقول لي هم هيشاركوني في المكان ولا ايه، او هيشاركوني في مركز الاشعة ده ولا ايه، النسبة دي بتكون أقل من 0.5% أحيانا بالنسبة للتمريض وبالنسبة للفنيين أو أخصائيين التصوير وبالنسبة للريسبشن. أجور العاملين لو كويسة فأنت المستفاد قبليهم، سواء من انتمائهم للمكان ولبسهم وهيئتهم. ما بقولكش أكيد اكبش ودي لهم، أنا بفكر معاك بيزنس. طيب خايف من الالتزامات وزيادة المرتبات؟ يا عم أنا بدفع 200,000 جنيه، عايز آخر الشهر 250 مرتبات؟ يا سيدي خلي نسبة على الحالات، جالك شغل أنت الكسبان قوي وهم فرحانين بالفتات عادي خالص، فما تقلقش. وبلاش تزود المرتبات، زود النسبة على الحالات. ثالثا الريسبشن، وده يعتبر من أهم أعمدة المكان. في أحد مراكز الأشعة مثلا كان عندهم ريسبشن، الشيفت بتاعه اللي هو فيه كان بيحقق أعلى دخل. لما سألوه قال لهم التليفون تقريبا ما بينزلش من على ودني، لو الحالة بتسأل في أي حاجة أنا معاها، ولو محتاجة لبن العصفور، مستعجلة على تقرير، عايزة خصم، أحاول على قد ما أقدر. وليه ده كله؟ علشان كان ليه نسبة على كل حالة. وحتى وإن كانت النسبة دي فتات، بس النسبة دي بالنسبة للريسبشن تقدير لجوده وفلوس لا شك انه بيحسن بيها دخله. رابعا يبوظ الطبخ على شوية ملح. المثل ده بينطبق على بعض مراكز الأشعة. أنا كمريض أو كدكتور معالج ممكن معرفش نوع الأجهزة اللي عندك اللي أنت جايبها بملايين دي، لكن أعرف المنتج النهائي اللي خارج لي، شكل الفيلم وجودة الفيلم اللي مبينة لي كل التفاصيل. وانا كمريض اول ما الاقي مركز كبير وريسبشن كبير ومكان كويس ومواعيد مظبوطه بالثانيه، فانت كده مركز كبير ومحترم. في القاهره مثلا احد المراكز كان جايب اجهزه صيني وحاجه على قد تقريبا، لكن الريسبشن بديكور متكلف ومواعيد بالثانيه وفيلم متظبط، وده اللي يعرفه ويفهمه المريض والطبيب المعالج. فما تبوظش الطبخه على شويه ملح. تجيب رنين مغلق ب20 مليون جنيه مثلا وتجيب طبعة للأفلام بجوز جنيهات وعجبي زي ما بقول. خامسا وارد جدا يحصل خطأ بشري، المهم هو كيفية تعاملك مع الخطأ ده. يعني في بعض المراكز مثلا ربنا يهديهم أول ما يحصل خطأ يحاول بقدر الإمكان وبقدرة قادر يخلي المريض ده هو اللي غلطان، اصل انت واصل انت واصل انت، او يقول له معلش وحقك علينا. بص يمكن كلمه معلش وحقك علينا واسفين يا فندم دي بتنفع احيانا، يمكن في 60% مثلا من الحالات ومطلوبه لا شك، لكن جرب كده لو انت مثلا خطأ ثبت بالفعل عليك كمركز اشعه تتنازل عن نص قيمه الفحص، وشوف انت بكده اشتريت عميل المكان ولا لا، لانه وثق ان المكان او مركز الاشعه ده او المستشفى دي حريصه على حق المريض زي ما هي حريصه على حقها كمركز بالظبط. جرب كده تاخر على مريض مثلا وتاخره عن بيته او شغله وتنقص من ثمن الفحص 20%. بص ده يمكن صعب، يمكن سيروا بلدنا كده، لكن هيبقى سهل لو انت مخلي جزء من الميزانيه لمداواة الاخطاء أو من ميزانية الدعاية. سادسا في مرضى ظروفهم على قدهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عمرهم ما يقولوا لك على خصم، كرامتهم ما بتسمح لهمش بحاجة زي كده. فأحد المراكز كان بيجي يوم الجمعة ويعمل خصم 50% على كل الفحوصات، خصم حقيقي مش تزوير ولا نصب. فكانت الناس والحالات بتبقى طوابير في اليوم ده وبالحجز المسبق كمان، وبيزنس كمان هو المستفاد من عدد الحالات، الريت والريتش اللي جاله، وكمان اسمه وظرفه بقى مع كل مريض بدون ما يقول خصم الغلابه ولا الهري ابو جنيه ونص ده كله اللي بيحرج بعض الناس لا شك. لو انت بتفكر بيزنس جرب خطوه زي دي من باب لقد كان في قصصهم عبره. خامسا سابعا واخيرا شرعا العقد شريعه المتعاقدين. فلو انت بتتعاقد مع تامين صحي مثلا او جمعيه خيريه ان سعر الاشعه دي 5 جنيه بدل 10 جنيه، ما تجيش تنصب على الحاله ومعذره في اللفظ
في مستلزمات مثلا او في جودة الفحص او في كمية الصبغة، وتقول لي انا ادفع لهم من جيبي يعني؟ الغي التعاقد اكرم ليك افضل. يعني جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. لكن شرعا لا يجوز. وبزنس الفحص ده بيحمل اسمك. يعني احد المراكز المحترمة لغى التعاقدات لما حسوا انه هيظلم نفسه كمركز او هيظلم العيان. ومركز تاني خلى تعاقده مع الشركات والهيئات المحترمة اللي يعرف ياخد منها حقه كمركز أشعة ويدي للمريض حقه كمريض. لكن بعض المراكز التانية يا إما بتاخد حقها بالنصب، يا إما بتلاقي نفسها عندها عدد وعندها زحمة وعدد حالات كتير، والناتج أو الإجمالي ضئيل جدا، غير الأجهزة اللي استهلكت.